عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي. النهارده هعمل لكم بس روتين سريع كده بسرعه، عشان انا طبعا جيت عند بابا ولقيت ماما مش هنا، راحت عشان تكشف وكده، عشان خاطر بس تعبانه شويه، ادعوا لها كلكم بالشفاء. فلقيتهم طبعا ما فيش حد يعمل لهم غدا النهارده، فقلت بقى ايه، اعمل لكم روتين سريع كده عند بابا. هعمل لهم بسرعه كده غدا سريع، لحمه مسلوقه وهعمل لوبيا وشويه رز. تمام. انا هنا شوحت اللحمه، حمرتها كلها اهي الاول، حطيت حته دهنه من بتاعه اللحمه وشوحت فيها اللحمه لحد ما اتحمرت والميه بتاعتها نزلت منها وشربتها واتحمرت. وبعد كده سقطت عليها بصلايه وطماطمايه مدعوكين بشويه ملح وفلفل عليها وقلبت. وبعد كده حطيت الميه، ودلوقتي هي اللي بتغلي مع نفسها هي. وعندي هنا اللوبيا حطيتها في ميه كده تتنقع شويه على ما اعمل التخديعه بتاعتها كده، وبعد كده احطها تتسلق. يعني حطيها كده لو انت سريع سريع بقى ربع ساعه نص ساعه حتى كده بشويه ميه سخنين، هتنفش معاكي وتبقى يعني شكلها كده. وبعد كده هنسلقها على طول. تمام. يلا بينا بقى، تعالوا نشوف هنكمل نعمل ايه. هنا بقى يا بنات انا حطيت اهون في الخلاط بتاعي فصين توم وقرنين فلفل احمر، وعندي الطماطم اهي لسه جايباها من السوق. طبعا همسكها نقعتها في ميه اهو، ده مطرح الفلفل اللي انا قطعته حطيته. بنقع الحاجه كده في ميه يا جماعه، عشان عارفين بقى الواحد بيخاف شويه. وهقطعه واحط في قلب الشفشه وهضرب الطماطم. هنا يا بنات بقى اقطع الطماطم اهون كلها 4 ارباع كده، وهحطها في الخلاط بتاعي وهضرب بقى الطماطم ناعم. وهقشر برضو فصين توم وهقطع بصلايه في الحله اللي هعمل فيها اللوبيا. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه مع بعض سريع سريع كده بقى. يعني بس هنعمل ايه، نزلت اشتريت اللوبيا واشتريت الطماطم غاليه قوي في السوق اليومين دول، الكيلو ب10 جنيه حتى تعبيه. يعني ما بقول لها انقي وكده، قالت لي لا الكيلو ب10 جنيه. لو تعبيه، لو هتنقي الكيلو ب12 جنيه. تمام. فانا هنا جبت كيلو طماطم وجبت ربع كيلو لوبيا. وطبعا بقى احنا بنحب الطماطم تبقى تقيله في اللوبيا وكده. هضرب بقى الطماطم دي كده وهوريكم هعمل ايه تاني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا يا بنات بقى، هنا انا حطيت اللوبيا اهي في قلب مش عارفه اسمها ايه، كسرولة ولا اسمها ايه، مش عارفه حاجه كده. يعني ماما بتسلق فيها على طول اللوبيا، فانا حطيتها اهي تتسلق. وحطيت هنا معلقه سمنه ومعلقه زيت، وحطيت فص ثوم اهون وبصلايه كبيره قطعتهم بالمنظر ده كده على بعض، سيبهم بقى يتشوحوا. وبعد كده هنزل بالثوم، هنزل بالطماطم اللي مطحونه بالثوم والفلفل. تمام. هنا يا بنات اهو بقى بدات البصله تدخل كده في التحمير. اول ما تحمر كده وتبقى حلوه نبدا ننزل على طول بالطماطم. تمام. طبعا بقى لازم انا افاجئهم كلهم، يعني مش ماما ما تبقاش هنا بقى خلاص. يعني الواحد ما ينفعش انه ياكل اكل بيته ولا هيطلب اكل من بره، لا الاكل ما بياخدش حاجه. وانا اصلا بحب المطبخ وبحب اطبخ وبحب اعمل كل حاجه بايدي، ما بحبش بقى نشتري اكل من بره والكلام ده. انا لازم بقى مش هنبقى احنا بنعلم الناس الاكل والكلام ده كله، وتيجي ماما ما هيش هنا ما نعملش الاكل. لا طبعا لازم نظبط الكلام كده ونعرف نعرفهم ان احنا شطار ومفيش اي مشكله، ونعمل الاكل ويطلع 100% كمان. والله يا مامتي يا حبيبتي، عشان خاطر عيونك انت بس مش عارفه يعني اقول لك ايه، بس ربنا بس يتم شفاك على خير كده وتقوم لنا بالسلامه يا رب. عايزاكم كلكم تنزلوا في الكومنتات تدعوا لها ربنا يقومها بالسلامه. طبعا هنا يا بنات بقى البصله بصوا احمرت بقت جميله ازاي. انزل على طول بقى بالطماطم. يبقى انا بصور لكم هنا بايد ماسكه بايد، وبصور بايد التانية عشان خاطر انا هنا ما عنديش حامل عند ماما. هنا اهوت بقى انا حطيت الطماطم اهون، وحطيت بقى الملح بتاعي وشويه فلفل اسمر، وهسيب بقى كده الطماطم تتسبك كده مع نفسها. وهنا برضو اللوبيا اهي بدات تغلي اهي، واللحمه بتاعتنا برضو اهي بتغلي.
هخلص بقى دلوقتي كده، هروح اعمل الرز. هجيب بقى الرز وانقيه وكده واظبطه عشان خاطر ايه ابدا بقى اعمل الرز كده. يا بنات النصيحه دي برضو عايزه اقولها لكم، معلش. انا هنا اللوبيا بصوا بتفور، وقعت على البوتاجاز فين؟ شايفين؟ طبعا لما تلاقوا حاجه زي كده هاتوا معلقه خشب من عندكم وحطوها كده على الحاجه. بصوا لو انا شلت المعلقه هتفور وهتنزل مني كلها على البوتاجاز، فانت حطي المعلقه كده من فوق هتمنع الفوران ان هي تفور وتنزل على البوتاجاز. تمام. دي برضو النصيحه اللي كنت عايزه اقولها لكم في الفيديو. طبعا لسه عندي التسبيكه ما خلصتش اهو لسه. كده بقى يا بنات انا هعمل الرز اهون. اهم حاجه بقى انا بغسل الرز دلوقتي، اهم حاجه تغسل الرز كويس لو انت عايزاه يطلع مفلفل. اهو انا كده غسلته كله لحد ما طلعت النشا منه خالص، لان النشا دي هي اللي بتخلي الرز يبقى مش مفلفل معاكي. فانا غسلته غسله كويسه اهون 3 4 مرات كده لحد ما النشا نزلت منه خالص. وهنا بقى انا حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت برضو، وهبدا بقى ان انا احمر الرز كده عشان هعمل رز واحده بواحده. هنا اهوت يا بنات بقى انا سقطت الرز اهون، هبدا بقى اشوحه كده احمره بقى خالص، وبعد كده بقى ايه انزل عليه بالرز التاني. تمام اهو حمر بقى الرز بتاعنا كده. وهنا التسبيكه بتاعتنا قربت تنشف، وهنا اللحمه برضو لسه ايه يعني داخله في السوا. هنا بس تنيكي حمري في الرز كويس، يعني قلبي علشان ايه ما يمسكش في بعضه، تبقى كل رزايه برزايتها كده، يبقى رز مفلفل معاكي وانت ايه بتحمريه. يعني في ناس بتحط كده وتسيبه وبيكلتل في بعضه، اما كده بصوا الواحده بوحدتها. حمريه بقى كويس كده يبقى لونه كده ايه مصفر حلو كده، وننزل عليه بالرز التاني. وطبعا عندي هنا هي اللوبيا خلصت اهي، بصوا نتك عليها كده اتهرست معايا اهي بقت استوى. كده بقى مستنيه التسبيكه هي تتسبك شويه، وبعدين هنزل باللوبيا دي على الطماطم كده اديلها تشويحه، وبعدين هديها الشوربه بتاعتها. هنا بقى التسبيكه هي نشفت خالص، هنزل بقى كده باللوبيا اهي تتشوح بس معاها كده حاجه بسيطه بس يشربوا من بعض، وبعد كده على طول هقوم نازله بالشوربه اهو. سيبهم 5 كده بس يشربوا من بعض، وبعدين هنزل بالشوربه على طول. هنا يا بنات اهون انا حطيت الشوربه اهون، زودت اللوبيا. وهنا بقى الرز بتاعي اهون داخل برضو على التحمير، شايفين رزايه من رزايه. هو ده الصح ان انتوا تنيكي تقلبي فيه كده عشان ايه ما يمسكش في بعضه اهو. كده يا بنات اهون شايفين الرز اهو لونه بقى ذهبي وعامل ازاي. ابدا بقى كده ان انا ايه هنزل على طول بالرز التاني اهو يا بنات. بقى اقلب كله كده، الريحه بقى مش عايزه اقول لكم اهو. كده بقى يا بنات انا حطيت الرز وحطيت الملح بتاعي. تمام هحط بس سنه فلفل اسمر اهو. نقلب بقى كله كده تمام. والميه بتاعتك خليها يا دوبك بس تغطي المعلقه كده تمام، والايدام بتاعك يكون مظبوط عشان الرز بتاعك يطلع كده بيلمع كده ومفلفل. خلي ايدامه مظبوط، وتغسليه كويس من النشا يطلع رزايه يعني ايه رزايه من رزايتها كده زي ما بيقولوا. كده اهون انا خلصت الرز اهو، هبدا اغطيه بقى. طبعا بقى انا مش عارفه اصلا الغطا بتاع الحله دي فين، فانا بقى ايه جبت غطا كبير شويه وحطيته كده من ظهره، وهسيب بقى ايه الدنيا كده تظبط مع نفسها. هنا بقى اللحمه بتاعتنا اهي، مش عارفه بقى كده استوت ولا ايه، هشوفها اهوت. كده يا بنات تعرفي اللحمه استوت ازاي؟ ما تمسكيها كده بصوا اهي تلاقيها كده ايه يعني بقت طريه وحلوه كده، تعرفي بقى ان هي ايه استوت. هبدا بقى احط لها الملح بتاعها عشان طبعا ما حدش بيسوي اللحمه بملح عشان تستوي بسرعه. تمام فهبدا احط بقى الحدق بتاعها كده واظبط الشوربه بتاعتي. كده بقى يا بنات انا ايه رز اهو شرب الميه ووطيت عليه خالص شمعه وغطيه زي ما هو بقى. واللحمه بتاعتنا طبعا خلاص خدت غلوه بالملح وطفيت عليها. وهنا برضو اللوبيا بتاعتنا ايه يعني سايباها تنشف بس حبه عشان ايه يعني ما بنحبهاش فيها ميه كتير. تمام بس وكده الاكل بتاعنا يا دوبك خلص بقى. هحمر اللحمه وهغرف الاكل بتاعنا. هنا يا بنات خلاص انا طلعت اللحمه اهون
من الحله. هبدا دلوقتي بقى احمرها. حطيت هنا معايا هو زيت في قلب الطاسه، زيته بس يقدح كده، وبعد كده انزل باللحمه. كده يا بنات اهي اللحمه اتحمرت اهي تمام. الرز بتاعنا خلص، شايفين جماله وحلاوته. بصوا بصوا الرزايه برزاتها جميل جدا، واللوبيا بتاعتنا خلاص خلصت. نبدا بقى نغرف الاكل. وبكده يا بنات خلصت اهون احلى غدا سريع في ثانيه ممكن تعملوه. بصوا الرز بتاعنا الجميل واللوبيا، ومعانا الليمون المعصفر الجميل اللي ماما عاملاه، واللحمه بتاعتنا اهي، وكمان الشوربه. تعالوا بقى اتفضلوا معانا بألف هنا وألف شفا. يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك على الفيديو، وكمان لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.